مساء الفل عليكم. بيقولك اتحاد الكرة المصري مستاء جدا مما حدث في السوبر المصري امبارح، وبيقرر ايقاف شيكابالا 12 مباراة. الله، وانا مالي يا لمبي؟ لا مؤاخذة يا عم شيكا، القانون قانون، واللائحة بتقول ان اي مشكلة تحصل في اي سوبر مصري في الامارات يعاقب عليها شيكابالا، مش كده ولا ايه؟ طبعا. في كمان بلان بي عند اتحاد الكرة المصري اذا اعترض الزمالك وبيراميدز على عدم عقوبة الشناوي ومعلول والشحات، انهم هيحولوا الثلاث لعيبة دول للجنة الانضباط، والعقوبة ربما تصدر بعد 36 شهر من دلوقتي وبالتقسيط المريح جدا. ايه بقى؟ مرضي يا معلم؟ ده كده عظمه قوي. انا عايزاك تؤمر وتتمنى بس. احنا عايزين نقول الرضا. 3 لعيبه نازلين ضرب في لاعب بيراميدز والجمهور بيمسي عليه بازايز ميه، ومساعد الحكم وحكم اللقاء وحكم الفار واقفين بيتفرجوا وما اخدوش اي قرار ضد اي لاعب من النادي الاهلي. بذمتك بقى فيها حاجه دي؟ لا ما فيهاش. وهنا شريف كان بيمسي على الكارت كده وبيديله شلوت بالستارز في ظهره، عادي فيها حاجه دي؟ لا ما فيهاش. وبعدين انا تواصلت مع شريف بنفسي وحلفته، واكد لي انه ما كانش يقصد. عايز ايه بعد كده؟ خناقه دايره ما بين لاعبي بيراميدز وما بين لاعبي الاهلي، والمخرج مركز يعيد لقطه الخناقه زي ما هي من غير تجميل. قام كابتن مدحت شلبي قال له لا يا مخرج بلاش اللقطات اللي من النوع ده ارجوك، فالمخرج استجاب ووقف اعاده اللقطات. فيها حاجه دي؟ لا ما فيهاش. الغريب ان بعد الضرب اللي ضربه الشناوي ومعلول للاعبي بيراميدز ما تجرأش البنا انه يديهم انذارات، ومن الواضح كده اننا لازم نغير شعار الاتحاد المصري لكرة القدم ونسميه اتحاد بلطجة النانوس. لا وكل اللي فارق مع كابتن مدحت هو ان بلاش نعيد اللقطات دي. بعد ده كله نفسي بقى افهم ليه الزملكاوي كان معترض هو ورئيس ناديه على المشاركة في السوبر. في ايه يا جماعة؟ التاريخ اللي بيحصل ده. البوست ده اذا كان حقيقي تبقى كارثه، وحط تحت اذا كان حقيقي دي مليون خط، لان الحقيقه مش مصدقه ان ممكن الامور توصل لكده، ونلاقي الناس عندنا طبعت على الناس في الامارات وبيشتروا جماهير تحضر ماتش السوبر. واكيد طبعا فكرنا كزملكاويه يختلف كتير عن فكر فانز الهارب علاء صادق، واكيد مش هنقول الامارات اتزملكت، لكن ربما تكون محاوله منهم لانقاذ الموقف. بس يبقى السؤال، لو البوستات دي حقيقيه امال فين شعبيه النادي العظيم في الوطن العربي؟ بستاء الحقيقه لما بشوف بوستات من النوع ده كاتباها جماهير النادي الاهلي. اصل يعني ايه المتعه في انك تنافس خصم انت عارف ان اتحاد الكره حاطط عليه وبيعامله معامله مختلفه تماما عن المعامله اللي بيعاملها لك، وده باعترافك انت مش انا بالمناسبه. وبعدين سيادتك بعد البوست ده انت تقابل ربنا بقلبك كده ازاي؟ وازاي هتقول ان الدوله متزملكه وان الزمالك بيكسب بالاحتواء؟ عايزه اقول لك كمان ان احتواء الزمالك من قناه اون تايم فاق الحدود. تخيل يا اخي القناه دي انهت التعاقد مع فضل لمجرد انه قال كلمه حق في ازمه السوبر وعقوبه كهرباء. ده حتى الراجل ما بقاش عارف قناه اون تايم تابعه للدوله ولا لمجلس اداره الاهلي. الا صحيح هي تابعه لمين؟ اصل معلوماتنا بتقول ان الدوله متزملكه. عايزه اوجه كلمه للمستشار مرتضى منصور، كلهم يا سياده المستشار قبل ما ياكلوك. اقسم لك بالله ما هيرحموك بعد قرارك الاخير ده، ولو اتاخرت في شكوتك للفيفا مش هتلحق تبعتها. وبالمناسبه انت عارفهم اكتر مننا وليك معاهم تجارب كتير جدا. نصيحه، ما تعملش حساب لحد، ويا روح ما بعدك روح. لو وقعوك المره دي مش هتقوم لك قومه تاني. طوق النجاه بالنسبه لك وبالنسبه لنا حاليا هو اللجوء للفيفا، حتى لو هيتجمد النشاط وقتها محدش هيقدر يقرب منك، لان الفيفا عينه هتبقى في مصر ومستحيل هيقبل بعزلك او بالاطاحه بيك وقتها. اتمنى سرعه التحرك قبل فوات الاوان. انا في حياتي عمري ما شفت الفيفا بيصدر عقوبه ضد لاعب بشكل نهائي ويفضل اللاعب يماطل فيها يجي سنه واكتر. لا والمحامي كمان بتاعه خارج يقول ان الكهرباء قد يسدد الغرامه للزمالك في 2024. تخيل لما قرار صدر من فيفا وفي مصر احنا مش راضيين ننفذه، ولو طلبت بحقك هيقولوا عنك مش وطني. احنا كل دقيقه بنضيعها من غير ما نشتكي في الفيفا بتدل على عدم وطنيتنا. الوطني صحيح هو اللي بيبقى عايز يشوف بلده في احسن صوره ليها رياضيا، والدوري بتاعها ماشي مسطره والعداله مسيطره عليه. الوطنيه اللي بيكلمونا عنها دي مش وطنيه سيادتك. مفيش وطنيه مفروض تتسم بانتشار التعصب وقتل مبدأ تكافؤ الفرص وتوجيه البطولات لنادي معين. الشكوى اللي هتتقدم في الفيفا دي حتى إذا أسفرت عن إيقاف النشاط الرياضي في مصر هتكون بتخدم الرياضة المصرية وبتطهرها من الفساد. أقسم لك لو ده حصل هيكون في مصلحة مصر مش العكس. أتمنى ما نضيعش وقت تاني، احنا مش ضامنين نقوم الصبح نلاقيك وسطينا. اللهم بلغت اللهم فاشهد. بالمناسبة الناس اللي بتكلمنا عن الاعتراض والاعتذار عن مباراة السوبر دول واللي بيقولوا ازاي ننسحب لأسباب تافهة زي دي، الناس دي اعترضت وامتنعت قبل كده عن خوض مباراة السلة لمجرد ان شيكابالا حضر في مدرجات الصالة المغطاة. كمان نفس الناس دي كانت هتنسحب من السوبر المصري لما شموا خبر ان لجنة الانضباط اصدرت عقوبتها ضد الفولت واصبح مهدد بالغياب عن السوبر المصري. تخيل يا اخي نادي كان هينسحب بسبب تطبيق عقوبة صحيحة
على لاعب في فريقه وجماهيره كانت مؤيدة تماما للقرار، والنهارده بتلومك انك اخدت نفس موقفها واعترضت على مشاركة لاعب ما تطبقش عليه القانون واللائحة. مش معقول نكون في يوم طبقنا على لاعب من لاعبي الزمالك قانون الشفايف والنهارده بنتجاهل فيديو صوت وصورة للفولت وعمالين نماطل في العقوبة. تفتكر يا عزيزي إذا فكرت تعمل دعاية للدوري المصري وقررت تجيب نجوم العالم في الاستوديوهات التحليلية عشان الدوري بتاعك يسمع والعالم كله يتكلم عنه، هتصرف قد ايه؟ كتير. طب تفتكر لو اتجننا في عقلنا وصرفت الفلوس الكتير دي وجبنا نجوم العالم في الاستوديو وبدأوا يحللوا ماتشات الدوري المصري، مش وقتها الناس في جميع انحاء العالم هتبدأ تتكلم عن الدوري بتاعنا ويقولوا مين الدوري المصري ده اللي نجوم العالم القدامى يحللوا ماتشاته؟ طبعا. تخيل بقى اننا في يوم من الايام نمنا وصحينا لقينا الراجل ده اشترى نادي الاسيوطي وسماه بيراميدز وفتح قناه فضائيه وبقى بيجيب فيها كارلوس ورونالدينيو وروني كين وصرف مليارات على فريقه، وكان عنده القدره يصرف اكتر واكتر ويعمل لك دعايه مستحيل ممكن تفكر في يوم تعملها للدوري المصري، وكان قرب يصيطك في الشرق الاوسط ويا دوبك لسه هتسمع في اوروبا يقوم ايه بقى؟ يقوموا الناس في مصر قافلين له القناه ويحاربوا فريقه ويقرفوه في عيشته لما يسيب لهم الدنيا كلها ويمشي. اصل يعني انت ازاي تصرف الفلوس دي كلها على نادي منافس للنادي العظيم حتى ولو كنت هتعلي من شأن الدوري المصري؟ لكن طبعا ايام ما نفس الشخص ده كان بيصرف على النادي العظيم محدش فكر يعارضه او يقول له انت بتعمل ايه. هو ده يا عزيزي حال الكرة المصرية، محدش يعمل دعاية غير النادي العظيم، محدش يصرف غير النادي العظيم، محدش ياخد بطولة غير برضه النادي العظيم. يبقى ازاي عايز حال الكرة في مصر في يوم ينصلح والدماغ اللي سايقانا اساسا مش شايفة غير النادي العظيم لوحده في الصورة؟ احنا مستحيل ممكن نصرف مليارات على الكرة، ده شيء مفروغ منه، لكن لا نصرف ولا عايزين غيرنا يصرف ويستثمر في الدوري المصري برغم ان ده هيعلي من شأن الكرة المصرية. دي بقى اغرب حاجة ممكن تقابلها. ولو قلقان لسقف التعاقدات يعلى بشكل مبالغ فيه كان ممكن تعمل حد اقصى لمبالغ الصفقات والعقود زي الدوري الاسباني، لكن هل القانون ده هيطبق على النانوس زي ما هو متطبق على الكل في الدوري الاسباني؟ ولا وقتها اللي هيعلن شيء واللي هياخده اللاعب في عقده هيكون شيء تاني خالص؟ النادي الاهلي زاح الرجاء من دور الثمانية وصعد لسيمي فاينال بطولة افريقيا في مواجهة الترجي التونسي. مفروض بقى الكاف يعمل ايه في الوقت ده؟ من غير تفكير طبعا يعين مصطفى غربال حكم الفيديو في لقاء الاهلي والترجي. مش محتاجة حاجة يعني. في النهاية بتمنى دائما وابدا التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم، ومهما كانت الظروف وايا كانت المتاعب خليك دايما ورا الزمالك.